محمد. النهارده باذن الله هنتعرض لفكره جديده اشتغلت عليها. الفكره بسيطه جدا، ان احنا في ناس كتير جدا مننا بتشوف اعلانات طلبات وظائف بالشكل دوت، خاصه مثلا بمبرمجين فلاتر او خاصه باي مجال من مجالات. ناس كتير جدا بتكسل ان هي تقرا المتطلبات بتاعه الوظيفه او ان هي تقدم في الوظيفه دي. زي ما احنا شايفين، احنا بيبقى قدامنا ساعات كتير جدا بنتعرض لاعلانات او بنشوف اعلانات كتير جدا، وبنكسل اللي احنا نبعت لها او نقدم في الشغل ده. فاحنا عملنا زي جوب فايندر. جوب فايندر ده فكرته بسيطة جدا، ان هو انت هتبدأ تديله الاعلان، هو هيبدأ يحلل الاعلان ويبدأ يبعت الاعلان ده بناء على البورتفوليو بتاعك او الداتا بتاعتك. خلينا نجربه مع بعض. زي ما احنا شايفين كده، احنا هناخد الاعلان كوبي. احنا دلوقتي فتحنا اهوت ان خلينا بقى نبص مع بعض لما نيجي نبدأ نبعت له الاعلان بالشكل ده. نروح نبص هنا بيبدأ اول خطوة، بيبدأ يحلل الاعلان ذات نفسه، ويبدأ يقدم على الاعلان دوت بناء على الداتا اللي هي موجودة عنده. يعني احنا هنا جينا في الاي اي ايجنت ذات نفسه وادينا له البيانات او السي في والبورتفوليو بتاع الشخص ذات نفسه. حتى احنا ممكن نبص عليها من هنا اهو. ايوه اهوت ده هنا كل البيانات الخاصة باليوزر، خاصة بيك يعني، وبعد كده خاصة بالمشاريع اللي انت عملتها. وبعد كده بنبدأ نستقبل الكلام دوت في شكل جيسون، وبعد كده بنبدأ نشوف هو لقى ايه بالظبط يعني مثلا لو بصينا هنا اهوت هنلاقي ان هو قادر اكستراكت الايميل من الاعلان، وهنا حضر السبجكت والمسج، وبدأ بعد كده يطلع لك الايميل ويطلع لك السامري ذات نفسه. هنا بدأ يبعت الايميل ويرد عليك على التليجرام. تعالوا نبص مع بعض. ده فعلا رد علينا اهوت على التليجرام، قال لك مش عارف تم انشاء رسالة بريد، انا اتقدمت للوظيفة ديت. ولو فتحنا برضو الايميل بتاعنا ورحنا على السند مسج تو ادمن، ايوه اهيت الادمن اللي هي كان موجود في الاعلان، كتب له الايميل دوت بشكل محترم جدا، وبعت على الايميل عشان يقدم على الوظيفه. تعالوا نجرب نفس الكلام دوت، بس تعالوا نبص على اعلان تاني. لو نزلنا تحت هنا شويه هنلاقي ان في كمان اعلان، بس هنا مفيش ايميل، ده هنا في رقم واتساب. فتعالوا ناخد الكلام ده كده وبرضو نروح على البوت، نبدأ نديله الاعلان. برضو اول خطوة ارى الاعلان واكستراكت منه الداتا. ونبص فعلا المرة دي بعت لي نفس الرسالة اللي بعتها لهم على الواتساب، بعت لي منها نسخة اهيت، وبعت لهم هم نسخة. يعني هو هنا خد في نسخة من الرسالة دي اتبعت للرقم التاني، وهنا قال لك اهوت هو رد عليك ان هو فعلا بعت قدم على الوظيفة دي. فعامة احنا زي ما احنا شفنا كده، ده انا شايف دي اسهل طريقة ممكن الواحد يستخدمها عشان خاطر يقدم على الوظائف الكتيرة او الاعلانات الكتير اللي موجودة. بوت انت كل اللي هتعمله انك هتبعت له بس الوظيفة، وهو خلاص هيقوم بالباقي كله، هيأتاتش السي في بتاعك بالبورتفوليو بكل حاجة، ويتواصل معاهم سواء على الايميل او على الواتساب. شكرا جدا لك.